شوف معي هاي اللقطة منيح. كلياتنا بنتذكر هاي اللقطة من مباراة الأرجنتين وهولندا. تخيل معي لو كان كريستيانو رونالدو هو محل ميسي، كان شو صار؟ تخيلت؟ طيب أنا هون مش جاي أنتقد ميسي أو كريستيانو رونالدو أو أي لاعب، في النهاية هم بشر زينا، بيغضبوا بيزعلوا، وهاي ردة فعل طبيعية في بعض الأحيان. لكن ليش لو كريستيانو رونالدو كان محل ميسي كان قامت الدنيا وما قعدت؟ كلياتنا بنعرف انه الاعلام من زمان بيحاول يقارن ميسي بكريستيانو رونالدو، وطبيعي انه الشخص المنافس للشخص الطيب هو شرير، ودائما كانوا بيحاولوا يصوروا رونالدو على انه الشرير وميسي هو الطيب. وهاي حقيقة، ميسي بطبعه شخص هادي وما بدخل بعداوات مع اي حدا. العداوة بين كريستيانو رونالدو والإعلام بلشت من زمان كتير، من أيام ما كان يلعب مع مانشستر يونايتد أول مرة، اللي كانوا الإعلام بيحاولوا يصوروه على إنه لاعب عارض أزياء فقط بيجيب لك إعلانات ودعايات. وهاي الصورة اللي رسمت في أذهان الناس، مع إنه كريستيانو رونالدو كان دايما بيحاول يثبت العكس، وإنه هو لاعب كبير. هو فعلا بيجيب دعايات وإعلانات، لكن بالمقابل مردوده في الملعب دائما بيحسم مباريات كبيرة. طبعا غير العقلية الانتصارية اللي عند رونالدو، اللي كان دائما بيستفز معارضي والناس اللي بتكرهه، وكان دائما بيرد عليهم في الملعب. وطبعا انا مش بدافع عن رونالدو مش ملاك، بيغلط، واحيانا غلطات رونالدو بتكلفه كتير. يعني مثلا طلب الرحيل من يوفنتوس بوقت غلط، وخرب خطط موسم كتير، هذا فقط لانه ما بده يشتغل مع أليجري. هذا خلى بعض الإعلاميين يحقدوا على رونالدو وينادوه بالأناني. لو بدك تتكلم على العداوة بين كريستيانو رونالدو والإعلام، بدك فيديو مدته تقريبا ساعة عشان تقدر تتكلم على كل إشي بخص رونالدو والإعلام. لكن في بعض الأحيان العلاقة أو الكره تجاه رونالدو بيتفهم وله أسباب، وأحيانا ما له أسباب. يعني مثلا بعد خسارة 2012 لما طلعت المغنية البريطانية اسمها ليلى إيلن وقالت أنا سعيدة لحزن رونالدو، لما سألوها على السبب قالت لأنه شخص بيهتم بشكله كثير. يعني سبب تافه كثير، فقط تكره شخص لأجله. وطبعا بما أنه رونالدو أكثر شخص متابع على السوشيال ميديا، فهاي مادة بتغري أو شيء بيغري الصحفيين والإعلاميين عشان يتكلموا عن كريستيانو رونالدو، حتى ولو بإشاعة واحدة فقط، لأنه هذا بيزيد عدد المشاهدات والإعلانات. وهذا الكلام لخصه مسعود أوزيل لما نشر بوست كامل عن كريستيانو رونالدو، وحكى عن موضوع الإعلام وليش بيكرهوا كريستيانو رونالدو.